لا 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 يا كابتن ابراهيم، يا كابتن ابراهيم لا معلش، لا واحنا عايشين في الجنه. لا يا فيتو، لا ثانيه الناس بعدين يا كابتن ليه يا فيتو؟ بعد اذنك ثانيه واحده يا فيتو، في نقطه مهمه اللي بيقولوا لك بركات يا بيه، ركز بس خليك معايا عشان انت رايح فانا هرجعك. لا مش عايز تروح روح، لا روح يا باشا، هعمل لك باي باي. لا 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 لا، في فرق ما بين ان انا كحكم عندي مشاكل ليها علاقه بالشخصيه نفسها، بتقييمي الانساني، يعني انا فائد الثقه بخاف في حساباتي في الحته دي، وبين ان انا مش نزيه. مش نزيه يعني انا باخد. عندك حكم بياخد تقدر تقول لي لا بس خلاص. عندك حكم معلش انا عندك حكم بيتقاضى انت عليه حاجه؟ لا بس خلاص يبقى حط بقى موضوع النزاع على جنب. احنا بنتكلم على تقييم وتقويم الشخصيه. يا سواد الحلال، ما تسيبه يا كابتن ابراهيم يكمل، ليه بتنقذه؟ كنت سيبه، الراجل بيتكلم كلام زي الفل. الراجل بيقول لك ان في حكام بتاخد رشوه، وده يمكن صحيح. الراجل بيقول لك انه كان في وسط المطبخ وعارف الحوارات دي. طيب يا ترى عارفها ازاي؟ ما نعرفش. المهم في الموضوع ده كله، الحكام اللي انت بتقول انهم بياخدوا رشوه دول، ما تعرفش هم بياخدوا رشوه من مين وشغال حساب مين. اصل واضح في الوقت الحالي ان دلوقتي الحكام بقت تحكم اغلب مباريات. يعني في حكم مثلا المفروض ان انتمائه واضح وميال لفريق معين، انت بتخليه يحكم له تقريبا دخل في 13 مباراه، وكل المباريات اللي بيحكمها بيكسبها الفريق ده غير ان اصلا يعني الانتماء كان واضح امبارح في مباراه بيراميدز. المفروض الوقت يخلص الدقيقه 95، خليته وصل ل 100 لحد الفريق ما يفوز.